السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد. النهارده بقى روتين يوم السوق. تعالوا هوريكم بقى انا جبت ايه. جبت بسلة وجزر، وجبت بطاطس تحمير دي حلوة جدا، وجبت فول اخضر طعمه جميل جدا مع الاكل كده، بيبقى طعمه حلو بيفتح النفس. وجبت بقى طماطم دي حمرا كده وجميلة. وجبت فاكهة، جبت برتقان، وكمان جبت هنا عدس، وجبت شامي اصفر فشار، وجبت رز. تعالوا بقى نفضي الرز كده في العلبة دي حلوة كده كبيرة، بتاخد كمية حلوة. تمام. وبحط الكوباية المعيارية كده جواها كده، فضيتهم كلهم. وعلى طول بعد كده هفضي الفشار. دي كده كانت علبة شوكولاتة. استفادي زي كده لما يكون عندك علب تحطي فيها اي بقوليات عندك، فشار زي كده واي حاجة ما ترميهاش. تعالوا يلا بينا بقى ندخل على الغسيل. كان في شوية غسيل محترمين عايزين نطبق. تمام. متنسونوش واحنا شغالين نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ومتنسونيش في اللايك وفي الاشتراك في القناة لو انتي اول مرة تزوروني. تنوريني كده باشتراكك وبالكومنت بتاعك، وندردش كده شوية مع بعض. تمام. لما تطبقي الغسيل خدي معاه ضرفة من الدولاب، اي ضرفة كده محتاجة ان هي تتطبق طبقيها معاكي على طول، عشان الدولاب بتاعك يفضل نضيف، ما يبقاش كله كده متشقلب على بعضه، وفجأة تلاقي الدولاب بقى حالته صعبة جدا. فكده خلي ايدك في الحاجة تبقى سهلة جدا معاكي، كله اول باول بيخلص بسرعة. يلا كده بقى قومي تشجعي معايا، ولو وراك كده شوية غسيل شيليهم كده من على الحبل، وقومي كده طبقيهم على طول. نتشجع كده مع بعض ونخلص كل اللي ورانا. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. وانت شغالة كده اطبق واحدة واحدة كده. بس كانوا كمية غسيل محترمة يعني، شوية كتار. طبعا الشتا غسيلها كتير، وانا بصراحة مش بحب الشتا، مش من انصاره خالص يعني، انا بحب الصيف. قولولي كده مين بقى بيحب الشتا، مين بيحب الصيف اكتر؟ بحس كده الشتا هدومها كتير، اما الصيف هدومه قليلة جدا. خلاص كده انا قربت هخلصهم كده الباقي كله مع نفسي. وكده هنا كنت طبقتهم وخلصتهم كده وتمام. تعالوا كده مع بعض هوريكم طريقة نمسح بيها المرايات بطريقة سهلة جدا. هنجيب السلكة البلدي بتاعتنا من غير مية او اي حاجة، على كده تبدأي ان انت تمسحي بيها الازاز، هيلمع معاك ويبقى زي الفل. زي ما شايفين كده الفرق، كانت في الاول مبهدلة خالص، دلوقتي نطفت وبقت زي الفل. دعكتها كده كويس. ايه رأيكم بقى؟ نطفت وبقت تمام من غير جلانس او من غير نقطة مية حتى. كده هنا غدينا بقى ملوحة وبصل، أكلة كده تحفة تفتح النفس. هتلك بقى شوية عيش وكيلة على طول. خلصت كده أنا الحمد لله الغدا، وعلى طول هتغسل مواعين، عشان مواعين الملوحة والحاجات دي بتعمل زفارة وريحة وحشة جدا في المطبخ.
وبعد كده تعالى نعمل شوية شيبسي حلوين في البيت من غير مواد حافظة. لو عاوزين قولي الطريقة اعملها لكم ان شاء الله في فيديو لوحده. وبكده فيديو النهاردة هيكون خلص. مع ألف سلامة.